السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا الغاليات. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا مليح، إن شاء الله تكونوا مهنيات فرحانات وكل مرحبا وردات بكم حبيبات معايا قلبي. في قناتكم المتواضعة. نتمنى تخلونا جيم بارطاج لا فيديو لو ماكسيموم مع كامل حباباتكم صحاباتكم في كامل لي ريزو سوسيو ديالكم. بديت لكم لا فيديو بحاجة حلوة، الله يحل اياماتكم ان شاء الله. لا فيديو تاع اليوم يا البنات بزاف بزاف شابه، نتمنى تكملوها معايا من البدايه للنهايه وما تزابيوش. وكالعاده والعوايد ديال البنات، قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ونطرقوا للسوجي، نصلوا جميعا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك وزد على ما نبينا يخفاكمش يا وشفيعنا البنات، بكينا محمد. بزاف على العطله، باسكو العطله كيما شفتوا جازوا 15 يوم، يعني جازوا كوم ان فلاش، ما فقناش بهم، خصوصا الوقت راهو الامهات اللي يجري. عندهم اولادهم راح يجوزوا لهم البيام ان شاء الله ولا الباك ان شاء الله يجيبوه يا ربي يفرحوا بهم. تقول لك جاز الوقت بزاف، يعني جاز وهو قريب، يعني راهم قريب يجوزوا. مي مالوغوزمون انا وليداتي ما جابوش في البروميي تريماستر مليح، ودوزيام تريماستر راه الحق البيام، راه الحق الباك. كيفاش نطلع لوليدي ما ولا لبنتي يخفاكمش يا البنات، المستوى اغلب الاسر ديالها؟ الجزائريه يعني الشهريه ديالها قليله، ولي كور باش يعني ديري لبنتك ولا وليدك لي كور، سورتو اصحاب اللي راح يجوزوا الشهاده كيما نقولوا بيام ولا باك. الوغ لازم لهم كيما نقولوا شهريه وحدهم، باسكو نعرفوا اذا جوزوا لازم ماده وحده تحب لها شهريه، فما بالك يكون عندهم 3 ماتيير. الوغ كيفاش راح يديروا؟ اغلب الاسئله اللي كانوا طرحوها الاخوات هو انه الشهريه قليله، قولي لنا كيفاش راح نقسموها، وكيفاش لازم ديري لنا تحدي، دبري راسك ديري لنا تحدي كيفاش لازم نديروا يعني لي كور لوليداتنا وما ناثروش على المستوى ومن هذا المنبر نقول المعيشي. خياتي ربي يكون في عونكم ان شاء الله، وربي يكون في عون كل وحده راهي محتاجه، باسكو نعرفوا انه الوحده كي تكون راح دير لي كور لوليداتها، صدقوني راح يتطلب منها انها لازم تتخلى على امور بزاف، لازم تتخلى على كامل هذيك الرفاهيه باش هذيك الميزانيه تخصصها باش تخلص لي كور. مي يا البنات انا راح نقول لكم على حلول اليوم ان شاء الله راح تفيدكم. واليوم اخياتي حبيتكم تروحوا معايا في زياره خفيفه للمكتبه الجديده في دويره، المكتبه الكبيره ما شاء الله عليها، راح تلقاو فيها كتب قيمه راح تساعد وليداتكم، راح تلقاو فيها مام الادوات المدرسيه. كما نعرفوا بلي الفصل الاول يعني كانوا الادوات المدرسيه بزاف بزاف غاليين، مي صدقوني في هذه المكتبه راح تلقاو فيها كلش يا البنات. اول حاجه الناس اللي راح تقول بلي راكي ديري في لي بيبليسيتي، بون انا ماني ندير حتى بيبليسيتي، ماني خالصه على حتى حاجه، مي راني نقول لكم حاجات اللي يفيدوكم. بالنسبه لهذه المكتبه انا كي دخلتها مع وليداتي صدقوني عجبتهم وعجبتني، عجبوني الكتابات اللي فيها. هنايا راح يعني كيما نقولوها راح ولادكم يستراحوا مع الكتابات، راح تزيدوا راح كذلك تعلقوهم تشجعوهم بالكتب انهم بالقصص، راح يزيدوا يتعلموا يعني يقراوا، لقدام. كسوا جابوا يعني نتائج مقبوله ولا ما جابوش مليح. دائما نقول لكم يا البنات حاولوا دائما تعلقوا وليداتكم بالكتيبه بالقرايه بالقصص بالروايات، هكذا باش يكون عندهم يعني رصيد لغوي كبير. ان ميم طون يا البنات صح اللي ماهوش قادر يدير لي كور لوليداتو يقدر يعاونهم بكتب خارجيه تكون شويه يعني موان شير بارابور يعني لي كور، الوغ يتعلم منها يستفاد منها خصوصا في وكذلك العطلة. حتى بالنسبه لاولادنا اللي يقراو في الطور الابتدائي راح يلقاو هنا كتب خارجيه يعني ما شاء الله، كما اللوحه يقدروا يكتبوا فيها يتعلموا فيها، يتعلموا في هذيك الكتب يتعلموا فيها ليكريتور، راح يعاودوا يكتبوا فوقها بالستيلو تاع اللوحه ويعني يفاسيوها نورمال. عجبوني بزاف بزاف هذاك الموديل تاع الكتب، كسوا في الماده تاع اللغه العربيه يعني يتعلموا الحروف العربيه او بالنسبه للحروف الابجديه. كذلك حبيت ننبه خياتي هنا حتى هما عندهم يعني واحد اللوحات رقميه هكذا يقدروا يعني يتعلموا بها اولادكم، راح تعلمهم كذلك نطق الحروف بسلاسه، كذلك راح تعلمهم الادعيه، تعلمهم الاذكار، تعلمهم القران. يعني هنايا راح تصيبوا كامل يعني المستويات راح تلقاوها هنايا. شوفوا بالنسبه لوليداتكم خصوصا نعرفوا بزاف كاين اللي ما جابوش في الفصل الاول هذا، سورتو اللي انتقلوا من طور الى طور. نعرفوا باللي اللي كانوا في البريمير كيطلعوا للطور
يعني المتوسط هبطوا في المستوى ديالهم، يحبوا هكا تشجعوهم نقدروا نشروا شهادات منا، نقدروا يعني ندوها حتى للأساتذة ديالهم، نقول لهم حاولوا تشجعوا لنا وليداتنا، كتبوها لهم يعني لوحة شرف ولا تشجيع ولا يعني كما نقولوها، تشجعوهم على الأقل الفصل الثاني باش يزيدوا يجيبوا مليح. قال الأستاذة ديالهم تفضلي هاكي ديريها اكتبيها لوليدي واعطيها له انت على أساس أنك راكي تشجعي فيه. قلت لكم يا البنات انه في هذه المكتبه راح تصيبوا فيها ادوات مدرسيه بسعر منخفض بارابور واش شرينا. يعني الفصل الاول كان بزاف ارتفاع باهظ للادوات المدرسيه. ما يخفاكمش انه الفصل الثاني يعني اغلب تلاميذ الكراريس ديالهم حبوا يعاودوهم، ولا حبوا يعني كما يقولوها خلاصوا لهم، حبوا يزيدوا يغيروا الكراريس، ولا حتى ولو حبوا نعلموا وليداتنا يديروا دفاتر، يعني يديروا دفتر لليوميات ديالهم، يحاولوا يكتبوا هكذا. راح نعلموا وليداتنا يخرجوا واش كاين كما يقولوها في النفسيه ديالهم، هكذا راح تستراح النفسيه ديالهم، او ميم طون يقدروا يمدوا من دراو جديد في الفصل الثاني. اما بالنسبه للحل الثاني البنات، تقدروا حتى لو كان يعني ما تعتمدوش على الكتب هادو، تقدروا كذلك تعتمدوا على الانترنت. تقدري يعني كل وحده تقدر يعني تخلص في الانترنت في الشهر 200,000 ولا تاع 100,000 تفليكسيها، ومن بعد تعطي لوليداتها. يعني المعلمين كاين ما شاء الله اساتذه في اليوتيوب يوروا لهم كل شيء، كأنه الاستاذ راهو قدام وليدك ولا بنتك وراهو يوري لها في يعني في الدرس، هكذا راح يستفادوا خير وخير. كذلك نوصي الامهات هو انه لما تفليكسي لوليداتك حبيبتي حاولي لو ماكسيموم تكوني قاعده قدامه وهو راهو يراجع في ذاك الدرس ديالو ولا راهو يدير في هذوك التمارين. ما يخفاكمش انه وسائل التواصل الاجتماعي دركا راهي هي اللي راهي تفسد في وليداتنا. يعني الوقت اللي عوض ما يروحوا يستغلوه في درس ولا يعني كما نقولوها في تمارين، يروحوا يعني يشوفوا اشياء اخرى. نحاولي لو ماكسيموم يعني كما نقولوها اقعدي قدام وليدك ولا قدام بنتك وراكي تريفيزي معاه، يعني هو يريفيزي وانت كي قاعده قدامه. اذا كان عندك مستوى وتقدري يعني تفيديه بها ونعمه، اذا ما كانش عندك مستوى المهم تقعدي قدامه، راكي حريصه على بنتك ولا وليدك انه ما تروحش تضرب طلع على دي فيديو واحد اخرين تخرج من يعني هذاك الوقت تاع الدراسه ديالها. سبق وقلت لخياتي هو انه دائما لازم تكونوا واقفين على وليداتكم لو ماكسيموم هكذا. يعني هي بيريودا تاع الدراسه ديالهم صح تعيي دير لو ستريس تو، مي حتى هما نحاولوا ننظروا بالمنظور ديالهم ونرجعوا للور ونشوفوا حنا كي كنا في مستواهم اسك ما كناش نتقلقوا وعلاش جزنا على يعني كما نقولوا. شوفوا المرحله ربي سبحانه وتعالى كيف دارها لنا بالتدرج. يعني مام حنايا ما نحاولوش نحكموا على وليداتنا من المنظور انه انا يماك ولا انا باباك نشوف باللي انت ما جبتش مليح خلاص سي بون نهايه الحياه ويتو. نو، نعطوا لهم فرصه اخرى، نحاولوا نقراو مع وليداتنا، نحاولوا نطلعوا لهم المورال، نحاولوا نخرجوهم طون طون، نحاولوا نفرحوهم طون طون، نشجعوهم كذلك. يعني كاين بزاف دي سوليسيون. مملا كانوا ما يقراوش مليح نقدروا يعني نشروا لهم كتاب ولا قصه نهدوها لهم هكذا باش يحاولوا يتقربوا للمطالعه وما يعني كما يقولوها عوض ما نشروا لهم الالعاب فقط نحاولوا نقربوهم ندوهم يعني نفسحوهم في اماكن اللي تجذبهم للدراسه. ما يخفاكمش بزاف دراري ولا اطفال راهم دايرين في بالهم باللي كي داو هذه العطله خلاص سي بون انتهت. يعني مملا كان جاب يعني البروميي تريماستر مليح راح تلاحظوا باللي بعض التلاميذ راح يعاود يهبط المستوى ديالهم، كيما كاين بعض التلاميذ اللي يطلعوا المستوى ديالهم. علاش يهبط المستوى ديالهم؟ باسكو تقول لك خلاص سي بون انا كسبت الفصل الاول، جوغ تجيهم خلاص عياو تعبوا صافي يحب يقول لازم دوك يستراحوا. الوغ من هذا المنبر نقول لخياتي حاولوا دائما تعاودوا تشجعوهم باش يزيدوا يحسنوا المستوى اكثر واكثر. سورتو يعني كما يقولوها اصحاب الشهادات اللي راح يجوزوا نحاولوا دائما نحفزوهم، نقول لهم معليش يعني كما يقولوها قرا ساعه زوج استراح 4 ساعه. حاولوا تاني ما تضغطوش عليهم بزاف، راكو تعرفوا بلي شهاده وهي وحدها راح دير لهم القلقه ومنا يعني على 3 شهور ولا 4 شهور باش يجوزوا الشهاده. ما نحبوش وليداتنا يقعدوا في هذاك لو ستريس، نحبوهم يقراو باريحيه، نحبوهم يتحصلوا على معدلات ملاح اوكي حتى هما مسحقين يجيبوا معدلات ملاح.
نشجعوهم، نحاولوا يعني وراح نقول نعطوا خياتي ان لهم شاء الله راح حاجة ندير لكم اللي تحدي تفيدهم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي دايرين لنا تحدي وحاولي تقسمي لنا شهريه وتخصصي لنا مبلغ لا باس به للدروس الخصوصيه. ما قدرناش يعني. بون خياتي نقول لكم صح سي فغي، هو لازم لكم تقسيم اخر، لانه اللي تكون عندها تقسيم تاع شهريه ديالها في العوام اللي فاتوا تقول لك بلي كنت ناكل نشرب عادي، مي هذا العام ما لقيتش راسي. نقول لك حبيبتي، اول حاجه ونصيحه اللي راح نمدها لك هو انه لازم تتخلي ولا كيما نقولها تتخلاي على عفايس بزاف، تتخلاي على رفاهيه ديالك، تتخلاي على امور كنتي ديريهم بزياده يعني كيما نقولوها، ومام تولي يعني كيما نقولوها تصرفي دراهمك على اشياء نيسيسار، برك حاجه اللي تسحقيها بالذات فقط، لانه الحاجات اللي ما تسحقيهمش ولا اللي ما عندهمش لازمه حاولي تتخلاي عليهم. باسكو نعرفوا انه صح كاين اللي مام كي ديري لها يعني استاذ في اليوتيوب ما راحش تفهم عليه. تحب تقول لك هكذا، تحب لازم ندير لي كور، لازم نشوف قدامي الشيخ، لازم يفهمني، لازم نسقسيه، لازم نتفاعل مع الشيخ يتو. الوغ هنايا نقول لك حبيبتي، هنا بنتك ولا وليدك لازم له لي كور. حاولي ما يعني كيما نقولوها تتخلي على امور بزاف وتخصصي ميزانيه لي كور. شوفوا البنات، لما كنتوش خصصتوا ميزانيه لي كور من قبل صدقوني راح يعني تفشل تقسيم الشهري ديالكم. انا ان شاء الله باذن الله تعالى نوعدكم بمواضيع جديده ونوعدكم بفيديوهات جديده ان شاء الله. تقسيم تاع شهريه لصحاب 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين، سورتو اللي عندهم وليداتهم يديروا لي كور. راح نديروا مبلغ لا باس به ان شاء الله لي كور، ونعاودوا تقسيمات من دار وجديد، هذا حسب طلبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى برك يا البنات ما تبخلونيش بالجيم والبارطاج، ما تبخلوناش يا البنات، خلونا دي كومونتير ديالكم. حاولوا طلعونا لي فيديوهات اللي يكونوا فيهم روتينات ولا يكونوا فيهم دي غوسات، باسكو على بالكم باللي نتوما اللي دومونديتو لي غوسات وانا كنت مجبره اني نوصف يعني نصور لكم الوصفه من ا زد هكذا باش تستفادوا ويستفادوا بزاف ناس معنا. خلونا جام وتعليق حلو كيما نتوما، مي اللي عندها حباباتها صحاباتها جارتها بوركوا با سربي لاشين ديالي وقولي لهم تجوزوا ادخلوا عندي اللي تستفادوا معنا حتى نتوما. الى هنا خياتي، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وربي يدوم قصكم، وان شاء الله ربي ينجح لكم وليداتكم كامل يا ربي. نتمنى برك توقفوا عليهم وتعطوا لهم نتوما الدعم النفسي والفيزيولوجي، وهما خلوهم يسيروا للقدام، واللي كتبها ربي مرحبا بها. الى هنا بقى لي غير نقول